صباح الخير يا شباب. 9:45 ونحن ذاهبون للامتحان. عارف انت اللي هو انا قلت انا هنزل اروح اذاكر في الكلية عشان بدل ما انا قاعد ومكسل وجسمي مش يعني اللي هو جسمك شايف عشان لسه صاحي برضه. بتروح في الكلية فتكتشف ان اتبقى ربع ساعة على الامتحان، فاهم؟ فانت هتلحق تعمل ايه ولا ايه؟ مش هقولك ان انا ما ذاكرتش، بس يعني فاهم not that good enough to مش عايز اقول to pass the exam بصراحة، عشان يعني فاهم سيبها على الله وتوكل، يعني فاهم اقلها توكل وسيبها على الله. فهي على الله. يوم طويل لذيذ، ف let's go. اسحب فاكولتي بتاعت ابي يوسف لما قال انا اصلا في علوم تشكيل. ازيك يا صديقي؟ انا عارف ان احنا دخلنا دخله سريعه جدا في الاول، بس لسه صاحي من النوم بقى، هو امتحان عايز يتلم له وبتاع والحوارات دي كلها. خلصت الامتحان او هو اللي خلص عليا مش متاكد. يعني مش عارف انا ليه ادرس فنون تشكيليه، فاهم؟ وانا غاوي تصوير او اخراج او فيلم ميكنج بشكل عام. بس اوكي يعني. المهم ان انا اكتشفت حاجه جميله جدا في الكليه، هي مكتبه الكليه. يعني فاهم، يا ريتني كانوا قالوا لي بدل ما حضرتها انا ما بحضرهاش كنت حضرتها في مكتبه الكليه، كانت تبقى افيد لي بكتير. جامد 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 جامد، فاهم؟ يعني انا لقيت كتاب جوه فيه اساسيات فيه اساسيات تصوير وزوايا وكادرات، اسمه اللغه السينمائيه تقريبا، حاجه زي كده. بس بصراحه حوار خطير جدا. المهم يعني المفروض ان انا دلوقتي اشوف اذا كنت هطلع راديو الكليه واخد الخطوه واسجل. شوف دلوقتي المفروض اطلع راديو الكليه، بس سمعت ان هو زحمه، فما اعتقدش بصراحه ان انا هطلع، عشان دوبك الحق اريح شويه واذاكر الماده اللي جايه واجهز بالليل بقى لحوار السينما والكلام ده. اتس اوكي. ناقص بقى تقول لي ان الليفل الجاي هو تغيير اسم الشانل ونخليها قناه فلوجز. الفكره في الموضوع، يا نهار ابيض يا جدعان، عارف انت بقى يعني التصوير في مصر حاجه بنت لذينه. ليه؟ يعني انا ذكرت في الفلوج اللي فات ان انا بفضل اللو انجل. ليه بقى؟ عشان اللي ورايا واللي قدامي ما يشوفش انا بعمل ايه قوي، ما يفتكرش ان انا بصور. يعني في الاول اهو في اللقطه في واحد فضل بص لي وقام لف ورا كده عشان يتاكد انا بعمل ايه. فصباح الفل. وخصوصا كمان ان انا بدات استعمل سيلفي بدل ما امسك ايدي، بس عشان اديني انجل افضل. فاهمين؟ اتمنى صوتي يكون واضح يعني. فربنا يستر وما نتمسكش في الاخر يعني، بس ربنا يستر. المهم بقى، في عده مواضيع معانا النهارده، فاهمني؟ بما انه يوم شامل فبالمره نشوف المواضيع اللي معانا. الفكره الاولى، هنتباس. الفكره الاولى بقى وهي فكره التحكم فيما لا يمكن التحكم به. وبصراحه لسه جاي في دماغي، بس يعني الموضوع طلع الجمله طلعت في محلها. التيك توك يا صديقي بيلعب بينا لعبه بنت لذينه، فاهمني؟ بيشوف انت بتحب ايه بناء على اللايكس بتاعتك، ومش عارف في ايه تاني بناء عليه. بس وانت بقى بتفضل منسجم معاه في الانفينيتي سكرول بالساعات، فاهمني؟ او ايا يكن انت بتقعد قد ايه. فانا بتيجي عليا فترات بمسحه وبرجع انزله تاني عشان بحتاج انزل عليه كونتنت. لا المره دي هرجع اتعلم من عليه حاجات واتابع الناس الكريتيف اللي هستفيد من خبرتهم او في نفس المجال في الميكنج شورت في الفيديوز مش عارف ايه حاجات من دي. عرفت تريكه لذيذه، تمام؟ من خلالها هقدر ان انا اتحكم في التيك توك يعني بنسبه كبيره. كذلك الامر ممكن اعملها في الانستجرام برضه، يعني انا جربتها في الانستجرام ونجحت معايا. هي فكره ان انا اتحكم في اللي انا بتفرج عليه وبعمل له سيف مثلا وبعمل له لايك والكلام ده كله لفتره معينه من الوقت، وبناء عليها هيتم تحديد المحتوى اللي هيجي لك. يعني مثلا لو فتحت الديسكفر عندي على الانستجرام هتلاقي ان هو مليان كاميرات اس ال ار او كاميرات قديمه بشكل عام، اللي هي الكاميرات الفيلم، الافلام ال 35 مللي وال 120 مللي والحاجات دي، فاهمني؟ التيك توك نوعا ما ابتدى يعني في شويه حاجات فاني، بس ابتدى اكتر يركز لي اكتر من الاول على الحاجات السينماتيك او الكونتنت كريتورز اللي بيعملوا سينماتيك فيديوز ومش عارف ايه وبتاع، حتى لو مجرد شوت او فيديو قصير او حاجات من دي. فالموضوع جميل جدا بصراحه. بس تيك توك شات. بس تيك توك بشكل عام بيتلعب في الاعدادات بتاعته عشان تعرف تعمل الحوار ده، يعني تعمل كتير للهيستوري او للداتا المتسجله عليك، فاهمني؟ المتسجله عنك يعني عن طريق تفكيرك او الحاجه اللي انت بتحبها. بس كده، فانت بتعمل له كتير وبعد كده بتروح تشوف
الحاجات اللي تعمل لها لايك تكون بناء على يور انترستس او اهتماماتك او الحاجات اللي انت بتحبها، عشان يجيب لك تاني بقى عنها. بس كفايه لك. والله كتر الف خيري على القراءه اللي انا حطيتها زي دي جنب الجامعه وبصور كده بالسيلفي، فاهمني؟ بس يا صديقي انا ذاهب لمهرجان منصات في سينما زاويه، ونلتقي هناك بقى ونشوف هنعمل ايه. تاخرنا بمقدار تلت ساعه او اكتر من تلت ساعه بكام دقيقه، ونحن الان ذاهبون منصات. التي بقى اديها لك وتظبطها عادي. اوكي، هيساعدنا في فيديو فلوج النهارده بشويه كرولز لذيذه باشا. 16 ل 9 عيب على يوتيوب. اوكي، فنذهب الان. صح، استنى وات؟ عشان انت ايه محتاج تليفون. شفت بقى؟ نذهب الان عشان نشوف الافلام والدنيا ماشيه ازاي، نرجع بقى نكمل المواضيع اللذيذه بتاعتنا. شوف جواك يعني. مساء الخير. أنا حابب بس أوجه ليكم جميعا سؤال، وهشوف الرد هل هيتفق أو هيختلف أو لأ مع توضيح. هل بتمسك الكاميرا أو تمسك الستوري بورد أو السيناريو لو هو مان كرو أو أيا يكن كمخرج وتقول أنا عايز أعمل فيلم لأجل إيصال فكرة معينة، ولا أنا عايز أعمل فيلم لأجل إن الفكرة دي عجباني وأنا عايز أعبر عنها بأسلوبي الخاص؟ سواء ده هتوصل فكرة ولا هتوصل حاجة أنا حابب أوصلها للعالم، سواء هي فكرة ولا حاجة أنا حابب أعملها. بس في اوقات بتبقى بس انت عندك فكره حلوه وعايز تعملها، يعني شايفها فيجوالي حلوه مثلا، او شايفها ممكن تبقى شكلها حلو او توصلك لبوزيشن معين. في اوقات ممكن تبقى في ستوري كويسه فعلا ممكن تناقش بوينت معينه في المجتمع او وات ايفر، تمام، بنحاول تعملها. بس من الاثنين يعني ما بيفرقش، اهم حاجه تقدر تطلع يعني الحاجه ونستفيد من الموضوع. يعني غالبا نفس اللي قالوا، ان هو ساعات بيبقى واحد بس عايز يقول حاجة، وساعات بيبقى في فكرة معينة عايزة توصل، يعني معرفش، it's just an expression يعني communication عامة. يعني هي دايما بيبقى في حدوته عايز تتكلم عنها، بس الحدوته دي وانت بتحكي عنها ما بتقدرش تفصلها عن افكارك وخلفياتك وانت بتفكر ازاي وكده، فهم حاجه واحده يعني. يعني أنا بعبر عن نفسي في الأفلام بس مش بفكر في أي حاجة تانية. لقد تعرضنا لغسيل الدماغ. لا، الساعه 12 ل 10 حضرتك، احنا لسه في الشارع ومش عارفين المترو بيقفل امتى وشكلنا هنبات هنا. وكنت بنام بصراحة، يعني لولا آخر فيلم هو اللي فوقني. فيلم لن أتحدث. انا مش أنا هتكلم. صغير على هذا الكلام، ما زلت طفلا صغيرا على أن أبوح بمثل هذه الأشياء. يا جماعه ما حدش غسيل دماغ. يا نهار أبيض، كمية الأفكار والحاجات غسيل مخ بطريقة بنت لذينة. فالموضوع مش لذيذ. فكرة إن الأفلام الصغيرة، منصات الأفلام الصغيرة، فاهم، تكون فكرة، والمخرج أو المخرجة اللي كانت بتناقش. كانت فكره حلوه، في كلر جريدنج حلو جدا، في كادرات جامده جدا، انما الافكار انا يعني بس انا مش هفضل اعمل لك يعني اخليك انترستنج قوي عشان تعرف ايه. بس هو في واحده كانت بتتكلم جوه عن ترانس. لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم. فاهم؟ فانت متخيل دوكيومنتري من امتى الحاجات دي بقى بيتعمل لها دوكيومنتري يا جدعان؟ فاهم؟ وتعرض جوه مصر عادي كده. مش الفكره في يعني الفكره في ان الناس كانت متفقه مع الكلام ده وبيسقفوا. ده الغريب. لا بجد، يعني انا ما ساعدتش الفيلم ده، مفيش حاجه تستحق المشكله في المناقشه. المخرجه طالعه بكل ثقه، فاهم، عادي لذيذ، وتعرضت للهجوم ومش عارف ايه وبتاع، فاهم، بس يعني متقبله بص اقول لك الفكره. على حاجه، ولا فيلم اللي انا شفتهم دول دي قصه فعليه. مفيش حاجه موجوده. هو ادريس بس كان بيتكلم عن واحد لاجئ من بره وحلمه ان هو يبقى لعيب كوره. ده عجبني في ان هو دوكيومنتري بس. دوكيومنتري فعلا يستحق. هو بيكلم ناس صح؟ حبيبي يا غالي اتفضل. بس يا عم لا يا ابننا. ده خصوصيه في مصر. عادي. احنا هنروح كده الساعه 12 بالليل والمترو هيشغل يا جماعه. المترو انت بتسال الفيديو هينزل امتى اصلا؟ مش لايف عشان تتاكد برضو من الناس بيقفل امتى. اي ثينك اتس انف، فاهم، وهبقى اكمل معاكم في المترو واشوف هكمل معاكم فين بقى، الله اعلم. كله يستر. استنى انا بعد المترو في مواصلات، لو ما عرفتش اروح يعني بلغوا. سلام يا جدعان.
هذا الفيديو برعاية سوكس. بجد مظبطنا في البي رولز يا شباب. خش على سبسكرايب لسوكس. البوينت الثانيه اللي عايز اتكلم عليها في الفيديو وهي فكره اللي هو انت بتعمل ايه وقت الفراغ. فاهمني؟ يعني جرب كده تنقطع عن الانترنت. انا معاك ان وقت الفراغ ممكن تستغله كيوتيوب مثلا، مش شورت فيديو بعيدا عن تيك توك. ممكن تستغله كانك تتعلم حاجه، بس فكره اصلا انك تتعلم حاجه في وقت الفراغ انت بتقضيه، فاهم؟ انت بتتفرج وخلاص. بقول لك ايه، بص البوستر بتاع ده ايه غالبا اسمها ايه؟ الفا جروب عادي يعني. الفاجر ويب. ضاع اسلامنا يا زوز، ضاع اسلامنا يا زوز. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. يا جماعه ذاكروا كويس من الهبل اللي احنا عملناه. بامانه يعني انا يا ريتني كنت نمت قبل اخر فيلم ده، فاهم؟ المشكله ان هو انا صحيت يعني، فاهم؟ الفيلم مش شدني لان في شخصيه معروفه. وبعدين الفيلم يا جماعه اسمه صاحبتي. هي مش صاحبتي، انا مالي بالحوار. والله واحد قالها قدامي، قال له مش صاحبتي انا مالي، سيبني امشي. كان عايز يشتري، قال له مش بس هو صاحبتي. حلو، الالوان والكادرات حلوه. الكادرات حلوه بس اللي حصل ده ما مش حلو. عارف بيفكرني بفيلم ايه؟ بفيلم قديم كان فيه واحد اسمه ماندو، فاهم؟ كانت البنت اول مره تعرف على ولد اسمه ماندو وجابته في البيت عشان جدتها ما تشوفش. فاكر الفيلم ده؟ عائله ميكي على ما اتذكر، فاهم؟ وماندو في الاخر هرب من الحمام وبتاع. هو فيلم فيه شويه كوميديا بس يعني خلينا نقول بص عشان ايه من الاخر، هو فيلم فيه حاجات سيكشوال، فاهم؟ بس اتس اوكي يعني لما نقولها بالانجلش مش هتبقى عيب. مش فاهم انا. بس الكادرات والحاجات دي تغذيه بصريه حلوه. بص الافلام المشاركه معظمها ما كانش كلها حلوه جدا اخراجيا او من ناحيه الكالر جريدنج والمونتاج والتصوير، لا خطيره يا جدعان. بس اين الفكره يعني، فاهم؟ where's the point of هي اللي يا نهار ابيض. في واحده ثانيه، استنى ادي اجر لي بقى عربيه عشان نعمل فيلم، فاهم؟ ففي بوينت بقى كنت عايزك، يا سلام على الاضاءه، يا سلام. في بوينت اخيره بقى عشان ننهي الفلوج ده، وهي التعليم. We are in Egypt so انا التعليم ده لا يعني لي شيء نهائيا، فاهم؟ كنت في ثانويه عامه بصراحه من الطلاب المتمردين في البدايه، اللي هو يا اسطى انت هتعمل ايه بشهاده ثانوي؟ فكك من الهبل ده وقف على رجلك وشوف مستقبلك. مترو ماشي هنمشي على رصيف كده بقى. فكنت من الناس اللي بتقول شوف مستقبلك في حياتك، ركز في حياتك، ما تركزش في ثانويه عامه قوي، ان هي سنه زي اي سنه. وفي الاخر فاهم علامتي كتكوت مبلول. وانت لازم اجيب مجموع عشان اخش الكليه اللي انا عايزها، مش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، فاهم؟ اكتشفت يعني ادرس مهما تدرس مش شرط يعني ايه الكليه هي اللي تخليك تعمل اللي انت عايزه، ده في المقام الاول. وفي نفس الوقت بسبب انك في مصر مش والله مش بقلل من الموضوع قوي او مش عارف اقول ايه، بس اي ثينك هنا ان يعني هقول لك على حاجه، يعني انا متضايق من الموضوع ده شويه. شت كنا هنتنشل، فاهم؟ كان ممكن نتنشل لو ده كان نيته السليمه. فاهم؟ يبقى اليوم قفل بقى. ليه ادرس الابتدائي والاعدادي والثانوي وفي النهايه اخش حاجه لها علاقه بالسينما مثلا او التمثيل والاخراج، كليه اعلام مش عارف. انت بتعمل ايه بالساينس وانت اصلا داخل كليه تبع السينما؟ اتس اوكي، فاهم؟ ادينا الحاجه اللي احنا عايزينها بدري، نخصص بيها ونخش نعمل اللي احنا هذا لا يمثل اوامر او هذه لاي حاجه. هذه مجرد اراء عابره لا قيمه لها في المقام الاول والاخير، بس عشان نبقى ايه على بياض شويه. بس طب نعدي ولا ايه؟ ماشي. المهم يعني دي كانت البوينت اللي كنت عايز اتكلم عليها. والله انا كنت عايز اتكلم عن التعبير، قصدي عن التعليم، بس تقريبا انا نسيت انا كنت عايز اتكلم في ايه بالظبط. دي مشكله سوء تحضير نوعا ما. فاي ثينك اتس انف. كل واحد يروح على بيته، كل واحد ينام وياكل ونشوف الماده الجايه ويروح يذاكر عشان خاطر اللي احنا عملناه ده مش يا اسطى ده انجلش، اتس سو ايزي، فاهم؟ اللي هو شغل انا مين غبي ينقص 40 في ال 40. بص المترو بينادي، فاهم؟ عمال يرعش اهو ورا، فاهم؟ تلك اشاره تبات بينها يا زوكس. فلنذهب الى منازلنا. مع السلامه. جود باي. شكلك